السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كده كحك العيد والمنين بطريقة سهلة وبسيطة. هقولك على الطريقة اللي ازاي تعملي بيها الكحك ويكون ناعم ويدوب في بقك كده ويشرفك قدام أهل بيتك. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف عملنا عجينة الكحك ازاي وخبزناه وعملناه ازاي. وياريت نشوف الفيديو للآخر، وأتمنى ندوس لايك وشير وكومنت واشتراك للي أول مرة يشوفني. أنا اسمي أسماء ودي قناتي إشراقة سعيدة، واحب قوي اشوف ارائكم في الكومنتات، هكون سعيدة جدا. وياريت كل واحد يكتب لي انه من انهي بلد. تحياتي لكل الناس اللي بيشوفوني من كل البلاد في العالم. يلا بينا نشوف هنعمل العجينة ازاي. هنجيب 2 كيلو دقيق كحك، وهننخلهم كويس كده ونضيف لهم شوية سمسم وعليهم حوالي كيلو سمنة. طبعا زي متعودين سمن نباتي او سمن بلدي او زبدة او الاتنين مختلطين ببعض، مفيش مشكلة. المهم ان هو يطلع عليهم الكيلو على ال2 كيلو، تمام، عشان ده الحاجة اللي هتخلي الكحك دايب في بقك كده وناعم. الحاجة اللي هي بتنعمه اللي هو السمن، كل ما بتزودوله شوية سمن بيطلع انعم، بيطلع ناعم اكتر. وطبعا من السمنة بنبقى مسيحينها كده على النار، ولما بننزل بيها على السمسم والدقيق بناخد بالنا طبعا انها سخنة. بنحاول نقلبها بالمعلقة، وبعد كده نتدخل بقى بايدينا ونفرك الدقيق جامد كده بايدينا، تمام. المهم ان هو يختلط او يندمج كويس كده مع السمن في كل الدقيق، تمام، بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. نفضل نفرك نديله حقه يعني في فرك الدقيق كده مع السمن لحد ما يشرب السمن كله. انا مش عايزه اجري الفيديو، عايزه اوريكم ان يعني ايه الوقت اللي انتوا تفضلوا تدوا للعجينه حقها في انك بتفركيه كده في السمن عشان تتاكدي ان هو العجين الدقيق كله اتشرب بالسمن قبل ما تعجني. شايفين كده لحد ما نتاكد انه خلاص كده تمام. شايفين العجينه بقت عامله ازاي، بقت ناعمه كمان في ايديكي، بتحسي بنعومتها. شايفين يعني مفيش اسهل من كده. شايفين بقى بعد ما عملتي اديتي للعجينه حقها بقت طريه وناعمه وجميله. بعد كده ضفنا حوالي نص كيلو لبن، يعني نص كيلو وشويه، ما بين يعني كيلو الا ربع كده، اقل من كيلو الا ربع او اكتر من نص كيلو بشويه. وطبعا اللبن مضاف له خميره، تمام، شويه خميره فوريه في اللبن او كيس خميره فوريه، ولبن دافي. بتعجني بقى كده بيه ايه العجينه زي ما انت شايفه. في تركايه كده برضو ممكن نضيف للبن حوالي 3 معالق سكر كده، هيدوا حلاوه للعجينه قوي. اللي حابب يحط سكر بيحط، اللي مش حابب خالص. بس هي يعني بتبقى بتعمل يعني حاجه في العجينه كده، بتسكرها سنه او بتخليها حاجه حلوه يعني. بعد كده شايفين بقى من عجينة العجينة كده كويس. اهي خلاص كده عجناها وتأكدنا كده ان كله تمام.
بعد كده قبل ما نبدأ طبعا في العجن جبنا الملبن بتاعنا، بنضيف له حوالي معلقتين او 3 معالق سمنة وجوز هند. طبعا لو حابين تضيفوا سمسم برضو، او حابين تضيفوا بهارات كحك للكحك او للملبن بتضيفوا عادي، دي حاجة اختيارية. بعد كده هنا كده عجنا بقى الملبن بالسمن والجوز الهند. طبعا هنا والدتي طبعا بتعمل بقى كده، هي هنا بتعمل الكحك. شايفين هنا كده كحك صغنن كده. والنقرشة، نقرشة الكحك طبعا. شايفين من الحاجات اللي هي يعني بتعملي راحة نفسية اصلا وانا بعملها. لما اجي انقرش الكحك كده بحس ببقى مبسوطة. شايفين العجينة حتى مع النقرشة باينة انها يعني حلوة قوي في النقرشة ونعومتها باينة قوي يعني. وهنا كده الكحك رصيناه بعد ما اتنقرش كده تمام على الصينية. شايفين هي دي فرحة رمضان، فرحة الأولاد كمان. كده الصواني زي ما انتم شايفين كده اتملت بتاعة الفرن. طبعا وبعد كده بقى بنعمل المنين، بنحشيه من الملبن كده الملبن. تمام. نجيب يعني نقطع حتة كده من الملبن بالسكينة ونعملها كده بالطريقة دي، نحشيه كده بالطريقة دي. تمام. شايفين يعني سهلة جدا تقطيعة كده. هنقرشه برضو كده زي نقرشة الكحك، بيبقى انا بحبها، بنحب نعملها كده. تمام. اللي حبيب يعملها باللي هو كباسات الكحك مفيش مشكلة، دي حاجة اختيارية برضو، دي مجرد رسومات يعني. دي انا بحبها كده، بعملها بموس الكحك، تبقى منظرها بحبها يعني، تبقى منظرها حلوة واشيك بالنسبة لي. وكمان نقرشة الموس لما تيجي ترشي عليها السكر ما بيقعش من عليها زي الرسومات التانية. تمام. عايزة بس اقول لكم ان انا كمان يعني ضايفين للعجينة فانيليا. تمام. فانيليا سايلة او حبة بودرة مفيش مشكلة. حابة اكتب لكم برضو مقادير العجينة في صندوق الوصف عشان ترجعوا له. وهسيب لكم برضو فيديو البسكوت اللي عملته، اللينك بتاعه برضو هسيبه لكم في صندوق الوصف. تمام. شايفين بقى انا بحب كده اعمل الرسمة دي كده بمزاج عالي يعني. شايفين منظرهم صراحة رهيب وجميل قوي. شايفين كمان نعومة العجينة معاكي ماشية تحفة بصراحة يعني النعومة، وكمان هتحسي بيها لما تتخبز وتاكليها في بقك كده هتلاقيها بتدوب في بقك. ملينا طبعا الصواني كده برضو بالمنين كده. طبعا هندخلهم بعد كده في الفرن، ممكن يتساب عادي ساعتين 3 4
ممكن تكوني لو عاملينه من بالليل حبيتوا تخبزوه الصبح مفيش مشكلة، ان هو بيتساب شوية يخمر. تمام. بعد كده بيتحط في الفرن. بنسيبه على نار يعني هادية شوية عشان يستوي من بره ومن جوه. وكمان هنشوف كمان هتلاقوا الملبن طري قوي وجميل منشفش معانا. شايفين بقى كده بعد ما اتخبز. عايز بس يتحط عليه سكر ويتاكل، بس انا محبتش طبعا احط عليه سكر دلوقتي، قلت اللي خليته يعني هخليه للعيد. في وقتها هبقى احط كميات كده، هبقى احط على سكر، محبتش يعني احط على سكر واسيبه. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم اي استفسار ياريت تسيبولي في كومنت ولايك للفيديو. واللي اول مره يشوف لي ياريت يعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس. انا اسمي اسماء. والى لقاء اخر في فيديو اخر وحاجه جديده هنعملها مع بعض. مع الف سلامه.